أزدل الستار صباح الأحد 25 يونيو الجاري على البطولة الوطنية لسباق الدراجات التي احتضنتها مدينة إفران خلال نهاية الأسبوع المنصرم، والمنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات الهوائية. كما كتعرفوا الجامعه الملكيه المغربيه للدراجات نظمت البطوله الوطنيه لهذه السنه 2023 في مدينه افران اللي كتمتاز بالجماليه ديالها، بالمناخ ديالها، الوسائل الترفيهيه اللي كاينه في افران. والحمد لله هاد 3 ايام اللي دازت فيها البطوله الوطنيه كانت ممتازه وداز كل شيء على احسن ما يرام. احنا اليوم تنخلدوا لواحد الحدث جد رائع ومنتظر اللي هو البطوله الوطنيه 2023 للدراجات على الطريق وضد الساعه كذلك. كيف شفتوا انه دازت الاجواء جد ممتازه في السباق على ضد الساعه، اللي عرف واحد التنافسيه شريفه وعرف واحد التنظيم جد محكم، وحنا دازت الاجواء كذلك في الضيط عوال اللي كانوا فيها الفئات الصغرى اللي عطاتنا ابطال ان شاء الله اللي غادي يعطيو الكلمه تاعتهم مستقبلا. عندنا بطوله المغرب اليوم الاحد، مع العلم انه نهار الجمعه كنا درنا بطوله المغرب ضد الساعه اللي شاركوا فيها جميع الفرق الوطنيه اللي منضويه تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه لسباق الدراجات. اليوم السبت درنا بطوله المغرب بالنسبه للفئات الصغرى والفتيات، واليوم الاحد عندنا بطوله المغرب خاصه بفئات الشبان والكبار. بالنسبه لهذا الطاقم ديالنا ديال تحكيم الشباب على راسهم الشاف جوري اللي هو الاخ عبد الله وحميد، شاد الامور الحمد لله مزيانه، والطاقم التحكيم كله غادي على احسن ما يرام. وعاد قبل البطوله صنف الكبار للدراج اشرف الضغمي ابن مدينه الحمراء الذي قطع مسافة 169 كيلومترا في 4 ساعات و11 دقيقة و29 ثانية، وحافظا بذلك على لقبه السابق بطلا للمغرب في هذه الفئة وحاجزا بطاقة التأهل إلى بطولة العالم القادمة. الحمد لله استطعت الفوز بهذه البطولات المغرب اللي حافظت على اللقب، وكان السباق في المستوى رغم صعوبة الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة. السباق كنا منسلين في الدورة الثانية، نسلينا أنا ودراجين، والحمد لله استطعت بالسرعة النهائية سبرينت استطعت الفوز. وكذلك تنشكر الأصدقاء ديالي والفريق نتاعي اللي مساندني والجامعة الملكية أيضا، وهذا الفوز هذا تنهديه لجميع المغاربة وصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. زرت مدينة إفران فوجدت هذا العرس الرياضي حقيقة، أنا كنت غادي نزور أمسية فقط، فإذا به أدى بي الوقت أنني قضيت هذه 3 أيام في هذا العرس وفي هذه الفرحة اللي حقيقة أنه يجمع جميع الرياضيين من جميع فئات، يعني الشبان والشابات أقل من 20 سنة، أقل من 23 سنة وفوق، يعني بمدينة الجميلة مدينة إفران وبضاية عوا. واليوم الحفل النهائي أنا لا زلت مرابط في مدينة إفران. وفي فئة أقل من 23 سنة تمكن الدراج نصر الدين المعتوبي ابن مدينة العرائش من حصد لقب بطولة المغرب في السباق على الطريق، قاطعا بذلك مسافة 169 كيلومترا في 4 ساعات و24 دقيقة و42 ثانية، وتوج كذلك بلقب البطولة في السباق ضد الساعة. الحمد لله كنشكر الفريق ديالي اللي عاونني باش نربح هذا السباق هذا، باش نفوز بهذا السباق اللي كان قوي جدا من ناحيه السباقين، ناحيه ديال الطريق. وكنشكر الجامعه الملكيه، وهذا السباق ديالي كنهديه لصاحب الجلاله الله ينصرو والله يخليه لينا اللي كيدعمنا. والحمد لله يعني السباق داز في المستوى اللي في التنظيم زوين، وفي هذه المدينه إفران اللي فيها مناظر خلابه. والشكر للفريق ديالي وعلى راسهم الحاج ايتوفقير، وشكرا للجامعه الملكيه لسباق الدراجات
على التنظيم المشرف. ديالي كنهديه لصاحب الجلاله الرياضي الاول في المملكه المغربيه، كنهديه للناس المغرب كاملين والناس العرائش. شكرا لهم للدعم ديالهم. صراحه اليوم التظاهره في إفران هي تظاهره جد جميله، لان إفران تتمتع بواحد التضاريس جيده اللي كتفيد رياضه الدراجات الهوائيه. كما كنعرفوا حنايا لو باركور يعني غادي يكون ان شاء الله تنافسي جدا. بالنسبه لهذا السباق فيه خيرات الدراجين وفيه المتسابقين من النخبه العاليه. ان شاء الله اليوم غادي نستمتعوا في هذا السباق. كنتمنى التوفيق لجميع الدراجين، ايضا الشكر لجميع المنظمين، الجامعه الملكيه المغربيه لسباق الدراجات، وكل الاطر التقنيه بما فيهم حنايا كاملين اللي كنسهروا دائما على تقديم الافضل لهذه الرياضه في المغرب. أما بطولة المغرب للشبان تحت 17 سنة فقد عادت للدراج المسفوي أشرف الكريمي الذي قطع مسافة 87 كيلومترا في 2 ساعات و14 دقيقة و29 ثانية. أنا فرحان على الإنجاز اللي نظمت اليوم في بطولات المغرب اللي منظمة في إفران، وكنشكر وأنا كنهدي هذا إنجاز لجلالة الملك محمد السادس اللي هو اللي كيدعم الدراجة المغربية واللي غادا في إنجاز كبير. وأنا وهذا العام غادي نمثل المغرب في بطولة العالم المنظمة في غلاسكو، وكنشكر جميع الملكية المغربية لسباق الدراجة. فرحانه بطبيعه الحال نكون فرحانه باللي فاز. صافي اش نقول. ترضي عليه؟ مرضي اصلا، مرضي والديه.